هل كان على علم، تريد أن تقول كان على علم باغتيال الوالد سيد ناصر؟ والله غير السؤال هذايا صعيب بزاف. ولكن شوف انا نقول لك حاجه، نتهم الناس اللي كانوا انذاك مسؤولين، نتهمهم بلي هما اللي عندهم علاقه مع الاغتيال تاع بودياف. كامل المسؤولين كانوا انذاك. نبداوها بالتوفيق، جنرال متقاعد اليوم، وانا هضرت عليه توفيق كي كان في دي ار اس، صرحت في الجرائد والكتاب تاعي راهو عندك. جلي انتربولي نا جامي ريبوندو واتهمته. نزار بون اللي ماتوا خلينا منهم، العبيب بالخير، اسماعيل العماري، عباس غزيل، سي غزالي روحي. هادو الناس كاع نتهمهم باغتيال تاع بودياف. باسكو علاه كانوا كامل مسؤولين، والمسؤول انذاك ما ينجمش يعني ما يعرفش واش صرا. انا في لي زاني 2000 درت رسائل المسؤولين هذوما اللي كانوا انذاك. بديت بسي غزالي، قلت له غزالي انت كنت رئيس جمهوريه، كان رئيس حكومه. نعم. انا ماذا بيا نروح يعني بيسك هنا ما كانش عداله، قلت نروح انا يعني التريبيونال انترناسيونال، قلت له تجي معايا باش تشهد. واش يروح يدير اون انترفيو في ان جورنال بلا ما نقول لك في لندن بالعربيه، ويتهمني يقول لك بلي ناصر بودياف راه يتاجر بالدم تاع باباه، ناصر بودياف راه بوتفليقه يحرك فيه. دوك انا نهضر يعني نحوس في الحقيقه انايا على بابا، تقول لي انت راك تاجر بالدم تاع باباك، تسمى الميساج تاعك انت لازم نسكت. تسمى كي نسكت خلاص، تسمى كي ناصر بودياف ما يهضرش على بابا الاغتيال تاعو راك مليح، مي كي نهضر راك تاجر بالدم تاع باباك. واش من نتاجر بالدم تاع بابا؟ انا اعطيني حقيقه، انت كنت مسؤول، اعطيني حقيقه والصرا. هاد شو هاد اللي سيتيتهم لك كاين زوج راه مازالوا حيين، دو او ريسبونسابل نزار وتوفيق، هما اللي عندهم الحقيقه، هما يجيو يقولوا الشعب الجزائري والصرا لو 29 جوان 1992. البلاد في حالة مسكينة في 2015 يتخلطت يا ناس بين الجيش والدي ار اس، لا جوناس في الحباس والدعوة مش لاباس، والرئيس مازال يحكي مع شعبه بالاس ام اس. اطارات في اعتراف في اضراب، الحكومة لقيت الحل هم راحوا جابوا طرطاق، يعني طاق عم طاق الكراد فوق الكراد اللي حلف امهم يديرولو كيما داعش مع الاكراد. اسمع غير كراده مخك على خماج، شكون اللي يحكم البلاد حتى اليوم ما فهمناش. الرئيس او بالتاج او مرمي في وخوها بالعصا يقول للشعب تاكلوا الدجاج. صاروا بري سياسة جامي سترا